اخواتنا السودانيين دايرين رغي كده وبصوت عالي على حلايب وشلاتين، قمت انا قلقت. انما ساعات كده تلاقي في الدول كده، تلاقي شويه مواطنين مأستكين يطلعوا يتكلموا في حاجات كده يزغزغك، بس انا عشان الاشكال دي بعرفها ما بديش اهتمام، لحد ما لقيت لك الكبير. مين؟ البرهان. ماله؟ الحاج البرهان طلع فتح صدره ولبس الدرع بتاع التسع رجاله ونص، وقال لك انه حلايب وشلاتين سودانيه. البرهان ده اللي هو هناك ده، اللي على الناصيه ده، هو بتاع اثيوبيا، السودان اللي جنب اثيوبيا، هو نفسه البرهان بتاع ابي احمد بتاع اجمع معايا. قال لك حلايب وشلاتين سودانيه، قمت انا لقيت نفسي بقول لفظ قليل الادب ما اتعودتش اقوله، قلت له حت امك. مع الاعتذار للاستاذ مرتضى منصور، ربنا يفك ضيقته وضيقه كل متضايق يا رب. وانا هنا هرجع لاول اللايف، الاعلام خدته خبر ما خدتوش؟ لا ده الفيديو بقاله كذا يوم بس انا ما كنتش شفته. هنرد على الناس دي ولا هنعمل ايه؟ لان السودانيين برضو اخواتنا، يعني احنا علاقتنا بالسودان بالذات يا جماعه علاقه استثنائيه شويه. ليه؟ لان كنا بلد واحده، وان كانتري. ده مش انجليزي، ده انجليزي فلاحي. كنا مملكه مصر والسودان، فهم اخواتنا. هم اصلا كان معاهم بطاقه رقم قومي، بس احنا ايه، خدنا جنب من بعض شويه. الكلام ده انا بقوله على سبيل انه اصحي الحياه يا دوله، ده بيقولوا هم طبعا عارفين، بس عشان اقول لهم في الاخر الا قد بلغت، اللهم فاشهد.